ابنه عايز يتجوز مرات ابوه وما يعرفش ان دي مرات ابوه، وابوه اول ما بيشوفها من الصدمه بيوقع الكاس عشان دي اصلا تبقى مراته. فامه بتقول له تعالى عايزاك، واول ما بيطلعوا فوق بياخدها على الاوضه وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ انت مراتي وازاي بتحبي ابني؟ وبتقول له انت قلت لي انك هتطلق مراتك وهتجيلي وانت كده بتكذب عليا، وبيقول لها غصب عني عشان لسه ما سرقتش شركتها. وبتقول له لو ما اديتنيش مليون دولار هتجوز ابنك، وبيقول لها انا اصلا ما معيش المبلغ ده. وبتقول له ماشي براحتك. فبتروح لابنه وبتقول له ابوك كان بيوصيني عليك، فبيروح يلبسها الخاتم قدام اهله وبيقول لها انت بقيتي تتجوزيني. فابوه بيتضايق جدا عشان دي مراته، فبيقول لها تعالي معايا عايزك، وبيقول لها انا موافق اديك مليون دولار بس امشي دلوقتي. وبتقول له انا غيرت رايي وعايزه 5 مليون، وبيقول لها انت اكيد اتجننتي 5 مليون ايه؟ وبتقول له براحتك وبتمشي. فلما بتروح لهم الولد بتقول له انت مش هتلاقي بنت زي دي تستحملنا في ظروفنا لما نكون فقراء، هتشتغل معانا كمان عشان تساعدنا. وبيصدموا كلهم من اللي سامعينه، وبتقول لهم ازاي انتوا معاكم شركه ومن ناس اغنياء؟ وبتقول لها الشركه عليها ضرايب كتير فهنبيعها عشان نسدد الضرايب دي وهنبدا بقى من الصفر وانت طبعا هتشتغلي معانا. وبتقول لها زي فلسوا ابنك جايب لي خاتم الماظ، وبتقول لها المزيد ده دهب صيني. فبتتضايق وبتقول لها بالولد لو جيت البيت هرميك من فوق. والولد بيستغرب بيقول له انتوا تعرفوا بعض منين؟ فبترد عليه امه وبتقول له عشان دي مرات ابوه، انا عرفت ان ابوك متجوز عليا البنت دي، وبيحاول يكدبها بس بتقول له ان انت مطلوب من بيته والشركه. وبتقول له اخرج دلوقتي بدل ما ابلغ عليك النجده.